يا دكتور ممكن يتحول حاجه وحشه؟ هو الورم الليفي ده حاجه وحشه او ممكن يتحول حاجه وحشه؟ السؤال مقلق بالنسبه للسيدات اللي عندها ورم ليفي. يا دكتور ممكن يتحول حاجه وحشه؟ هو الورم الليفي ده حاجه وحشه او ممكن يتحول حاجه وحشه؟ نقول لهم لا، الورم الليفي ورم حميد كامل خلاص، وعيبه الوحيد انه مدمم، هي دي المشكله كلها، وذلك قابل للنمو والكبر والنزيف. لكن الإحصائيات بتقول إن واحد كل 1000 واحدة، كل 1000 أو كل 1500 واحدة ممكن يتحول إلى سرطان. ولذلك لازم ناخد بالنا، إحنا في مؤشرات معينة بتخلينا كدكاترة نعرف منها إيه المؤشرات دي. إنه يجي في سن متأخر قوي، يعني يجي في سن قبل ما ينقطع الطمس، واحد. اتنين، إنه يكبر بسرعة، يعني يكبر مش بسرعه، يعني بسرعه غير مسبوقه، خلاص، معناه ان في تحول بيحصل. الحاجه الثالثه الاشعاعات، خصوصا الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي ليه قدره على اكتشاف اذا كان الورم ده اصلا سرطاني او بيتحول الى سرطان. ولذلك في كثير من الاحوال بنطلب من المريضه بعد ما تعمل موجات صوتيه ان نطلب منها تعمل الرنين المغناطيسي، والحقيقه بنطلبه في كل مريضه. الحقيقه الرنين جزء مهم جدا في كل عيانه علشان نسهل علينا عمليه الحقن، والحاجه الثانيه علشان نبقى عندنا احساس ان هذا الورم حميد بنسبه 100%. ولذلك ايضا اذا اكتشفنا اذا الست دي عملت جراحه وحاولت تشيل هذا الورم واتضرب فيه مشرط، ولذلك لا قدر الله اذا كان هذا الورم هي واحد من الألف او الواحد من 1500 او 2000 واحد اللي ممكن يحصل لهم كده، يبقى ضرب مشرط فيه هيؤدي الى انتشار الورم. ولذلك الامور محتاجه تحفظ واختيار مناسب للمرضى. الدكتور لازم يكون عارف هذا الكلام كويس قوي قوي.